هل في واقعة فعلية ثبتت إن هو يعني ليه فرض سيطرة أو واقعة جنائية؟ هقول لك على واقعة كده وائل. جات لهم في المجلس العرفي، وهو بقى في الفترة دي بقى هو بقى رئيس المجلس. شابين من القرية اعتدوا على واحدة ست داخل مسكنها. ففي الوقائع العرفية دي، واقعة زي دي طبعا بيحكموا على التسلل ده والاعتداء وكذا وكذا، وده حكمه كذا وده حكمه كذا وده حكم، فاهمني؟ زي ما انت فاهم في الجلسات إمم. العرفية. حمادة هنا بقى قفل الدفتر، مفيش دول هجيبهم اقعدهم وامضيهم واعمل لهم إمم. وبتاع. قفل الدفتر، جاب الرجالة، طلع على البيتين بتوع الشابين، نزل الشابين من وسط قرايبهم ووسط عيلتهم. في ايه يا حماده؟ قال لك دول عملوا واحد اتنين تلاته، محدش يتكلم، اللي هيتكلم هيبقى معاهم. يبقى هو موافقهم. خد الشابين جردهم من ملابسهم بالكامل، تمام، إمم. الا يعني الملابس الداخليه بتاعتهم، وجاب سبراي وكتب على ظهرهم لسنا رجال، ولف بيهم البلد كلها. حكم بقى وقتي. إمم. خد بالك بقى، لا استشار المشايخ اللي معاه ولا ولا رجال الدين ولا الكبار ولا الصغيرين. ده قرار ده قانون زقزوق. هو انفعل، فيلا بينا. طلع على البيتين، خد الناس، عمل معاهم زي ما بقول لك كده، لف بيهم البلد كلها. طبعا هنا اهل البلد هم شايفينه الراجل اللي طالما بيرجع لنا ده 100 100 يا عم. لسه اروح انا بتهم اخويا بلف في مش عارف ايه، ده بيرجع لنا الحقوق. طب الشرطة ما عملتش رد فعل على دي تعتبر حاجة خارجة عن القانون. الشرطه رد الفعل 4 اعتقالات. إمم. 4 اعتقالات. طبعا في اتهامات في النص. يعني قبل بقى احداث يناير انا كنت داخل لك في الجزئيه دي. إمم. طبعا يعني كم واقعه حصلت. مواطنين اتهم في قضيه خطف، واحد منهم يعمل بلاغ، عمل بلاغ، بقت قضيه خطف. واقعه بتاعت ارض بقت سطو مسلح. دي الاتهامات اللي بقت تنزل كقضايا عليه، لان هو طبعا اتهم في بتاع 18 قضيه. إمم. ولكن انا بكلمك بقى الداخليه كانت بتاخد رد فعل عنيف، اللي هو الاعتقالات. كان ده اللي اه وقتها. عنصر خطر، قانون طوارئ بيطبق عليه الاعتقال على طول، قانون الاعتقال. إمم. يمكن ده طبعا توقف دلوقتي انت بتاخد بقى قضيتك تتحاكم. كل اللي أنت قُلته يا محمد ده كان قبل الثورة. بعد الثورة إيه بقى الجديد اللي هو عمله؟ بعد ثورة يناير، طبعا مع احداث 28 يناير وجمعة الغضب والكلام ده كله، طبعا دمياط نالها برضو نفس القصة اللي حصلت في مصر كلها، الانفلات الامني. انت متخيل حد بالعقلية دي؟ انت فاكر المحصلة دايما بنقولها 99 اسم شرطة. شرطة ومركز ولعوا يوم جمعة الغضب. فالمأمور حب ينتدب حد من الأهالي اللي سيطر عليهم. استدعى مين؟ استدعى حمادة. حمادة راح بالفعل، وقف قدام الاسم ومعاه رجالته، وهو بيقول ايه بقى؟ بيقول انا في الفترة دي لما رحت عند الاسم كان طبعا الثورة قامت وحصل انفلات امني، وكل واحد جاب سلاح بقى يمشي بيه في الشارع عشان يحمي نفسه. فبيقول انا يعني في البلد ناس كانت ماسكة شومة، واللي ماسك خنجر، واللي ماسك سلاح ابيض، كل واحد حسب امكانياته. انا كان معايا بندقيه روسي، يعني هو اشتراها ايه يعني ايه في ال3 ايام بتوع الثوره دول. فراح بالبندقيه والرجاله، وراح وقفوا قدام القسم، وقال للمأمور انا برد لك الجميل، انت كان علاقتك طيبه بيا وعمرك ما ظلمتني في حاجه، وانا بقالي سنتين. كان هو اخر يعني من 2008 ل 2010 الفتره دي ما كانش ايه حصل له فيها اعتقالات ولا حاجه يعني. وفضل واقف مع المأمور. المأمور قال له طب خلاص احنا مطلوب نخلي دلوقتي المبنى، القوات بتاعتنا تخرج، وبعد كده هننقل السلاح والذخيرة اللي موجودة الأحراز عشان ما حدش يستخدمها من الأهالي. وبالفعل ساعد المأمور في الكلام ده، والمأمور انتقل لوحدة عسكرية كانت بره في دمياط، وانتقل الأسلحة والذخيرة، ساعد فيها رجال الشرطة إن هم ينقلوها. وبعد كده هو بيقول تم استدعائه تاني لقوات الامن، لحمايه قوات الامن. طبعا خد بالك اللي احنا بنحكيه ده هو اللي بيحكيه على لسانه، اللي انا رحت ساعدت الشرطه في كذا وساعدتهم في كذا، من ضمن الاهالي اللي راحت ساعدت. بيقول بعد كده راح قوات الامن برضه، مبنى قوات الامن راح وقف عنده حمايه، وقعد بقى يتناوب مع الرجاله بتاعته وبعض من اهالي راس البر
ان هم حراسه المنشآت دي لمده اسبوعين لحد ما الامور استقرت. بعد ما الامور استقرت هو توسع قوي في الحته بقى اللي هي بتاعت ان هو بقى خلاص بقى، يعني عارف انت بقى ايه، كبير رسمي في المكان. ويعني بيستعينوا بيه كمان اهو هو كان في بيقعد حاجات يحل في الشرطة. جلسات عرفيه ومجنب يعني ايه، يقول للناس ما تروحوش مركز الشرطه ولا اسم الشرطه. تخيل بقى اصلا اسم الشرطه في فتره زمنيه مش موجود اصلا، فتخيل وضعه هو يبقى عامل ازاي. بقى يجمع رجاله ويشغلهم في الحراسات. حراسات ايه؟ حراسات بقى المنشآت، مثلا فنادق، ان هو يستغل مثلا بلطجيه يجيبهم لتامين حاجه، ايوه ايوه. فاهم. توسع هو في النشاط ده وبقت رجالته كتيره واسمه عمال يسمع في كل مكان. وجي حصل واقعه، كان في واحد اسمه محمد دسوقي، الراجل ده تعرض للخطف. اول واقعه بقى يطلع هو على السوشيال ميديا ويعمل فيديو بيكلم فيه ايه، هو عايز يقف وسيط ما بين اسره المخطوف والخاطفين. فمن كتر الوقائع بتاعته ونشاطه المتوسع ده، الناس افتكروا ان هو اللي خاطف محمد الدسوقي ده. يعني واحد اسمه محمد الدسوقي تاجر، قال لك ده حماده زقزوق، عصابه حماده زقزوق اللي خطفوه. ما انت اللي عامل لنفسك كده. يعني هو مسيطر في بحيره المنزله، مسيطر في راس البر، مسيطر في قريه الشيخ درغام بلده، من هنا لهنا لهنا، عامل لنفسه هاله وجو وموضوع. فخلى اي حاجه تحصل هيقولوا مين؟ حماده زقزوق. يعني حتى ممكن يكون في وقائع هو ارتكبها، وواقع كده جت في النص، ما الناس هتقول لك مين اللي سرق ده؟ عصابه زقزوق، ما فيش غيره. فراح هو عمل مكالمه مع الراجل اللي هو اللي خاطف محمد الدسوقي، وقال له كذا، ومش مكالمه كده مسجله بيثبت للناس ان هو ايه، مش خاطف. مش هو اللي خاطف. وارد جدا يكون يعني ما ممكن يكون اصلا واحد من رجالته اللي بيكلمه، وارد يعني مثلا، الله اعلم. انا نفسي بقول لك الله اعلم، بس عادي، ما ممكن اجيب واحد اقول له كلمني واقول لك رجع الراجل المخطوف، فاهم. مم. ولكن هو عمل الفيديو ده طبعا زي ما انت قلت بيستخدم بقى ذكائه. طب ايه اللي انا اثبت بيه، مش عارف ايه، طب اجيب السوشيال ميديا، طب اعمل يوتيوب. قام عامل القصه بتاعت موضوع الخطف دي، واول فيديو ينزله يقول لك انا بريء اهو، بص بيرموني ده اهو الناس اللي خاطفه ايه، وانا بحاول ارجعه. ارجع المخطوف. هنا الاهالي ابتدت تتعاطف ايه مع زقزوق. معاه. لا ده ما بيخطفش، ده ما فاهم انت ازاي، لا ده بيتبلوا عليه. يقوم يسجل لمخبر برضه وينزل الفيديو. الحملات الامنيه هنا بقى في بلاغات بقت ضده خلاص رسمي، بقت تنزل له حملات امنيه في وقائع ناس مسلحه. الداخليه هنا لو تفتكر يا وائل، الانفلات ده قعد شهر، شهرين، 3. طيب الاقسام اللي ما ولعتش، ابتدى الضباط تنزل، يا جماعه بيجيبوا كبار البلد، نوقف بقى، ما فيش حد يمشي بسلاح، عايزين حاجه تتكلموا الاسم، ما فيش بقى، بدل امن مش يرجع. عايز بقى هو القصه دي. مم. سلاح مش هسلم سلاح، مفيش يعني مفيش عمار بيني وبينكم، ودايما مخونهم. مره في التانيه بينزلوا له حملات، اصبح مطارد خلاص، بقى في هنا العين عليه، ومفيش منه الا ان انا لا انا صح ومفيش حاجه بتحصل. وكل شويه يطلع بقى في فيديو، ده بيتهموني في كذا، بيتهموني في المركب الفلاني، بحيره المنزله في ناس بتفرض اتوات وانا بمنع الاتوات دي، فبيتهموني انا. بقى دائم سوشيال ميديا. السوشيال ميديا، ويتهم بقى القيادات الامنيه، اصل بتعمل كذا، رئيس المباحث بيعمل معايا كذا. وبيحصل بقى خلافات كتير بينه وبين ناس موجوده في بحيره المنزله، خاصه بقى الصيادين. الاول كان بيدافع عن الصيادين، بعد كده بقى هو بقى بيشتغل في الصيد، بيفرض رجالته، بيفرض سيطرته اكتر واكتر، ونشاطه بيتوسع وائل. ومن هنا بتبتدي مديريه الامن خلاص حطت في اعتبارها ان الراجل ده لازم خلاص، احنا كل النماذج اللي هي بتبقى ظاهره خلاص اتساب شهر، شهرين، 3، بس مش لا احنا بنجهز لك. مم. يعني الاجهزه الامنيه ايه بتجهز له هنعمل معاه ايه. وبيبتدي يعملوا له حمله واثنين وثلاثه، وبيهرب اكتر من مره، ما بيعرفوش يمسكوه. و لحد ما بتحصل واقعه اللي هي بتكتب نهايه حماده زقزوق.